أهلا بيكم في قناة فهمناكم. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش تتابعونا على تيليجرام وواتساب. أهلا بيكم في شرح تصريف الأفعال في الإنجليزي. كتير مننا لما بنيجي نتعلم إنجليزي بنلاقي الأفعال الشاذة دي يعني كابوس، قايمة طويلة، كلمات غريبة، ونحس إن مفيش حل غير إننا نمسك ورقة أو قلم ونقعد نحفظ نحفظ نحفظ. بس الحقيقة الموضوع مش كده خالص. في الشرح ده هنكتشف مع بعض إن الأفعال دي مش عشوائية، لأ، دي وراها ألغاز وأنماط خفية، ولو فهمناها الموضوع هيتحول من حفظ ممل لحل لغز ممتع. ودي هتكون خريطة الطريق بتاعتنا النهاردة. هنبدأ نفهم أصل المشكلة، وبعدين هنفكك اللغز ده للثلاث أنماط أساسية واضحة، وفي الآخر خالص هنطلع باستراتيجية عملية تخلي أي حد فينا يقدر يتعامل مع أي فعل شاذ يقابله بثقة. يلا بينا نبدأ الرحلة دي. طيب، خلونا ندخل في صلب الموضوع على طول. كلنا أول ما بدأنا نتعلم عن زمن الماضي في الإنجليزي قالوا لنا القاعدة بسيطة: حط AD في آخر الفعل وخلاص كده. walk تبقى walked، وplay تبقى played. الموضوع كان سهل وجميل، لحد ما فجأة ظهرت أفعال كده بترفض القاعدة دي تماماً وبتعمل اللي هي عايزاه. السؤال ده بالذات هو اللي بيلخبط ملايين الناس اللي بتتعلم إنجليزي حول العالم. يعني إيه المنطق؟ لو القاعدة بتقول نضيف إيدي، ليه فعل بسيط زي جو يقرر فجأة إنه يتمرد ويتحول لكلمة تانية خالص في الماضي زي went؟ مفيش أي شبه بينهم. هو ده بالظبط جوهر المشكلة اللي بنواجهها مع الأفعال الشاذة. بصوا هنا، الصورة دي بتلخص الحكاية كلها. على اليمين ده الطريق السهل، الطريق المتوقع بتاع الأفعال المنتظمة اللي بتمشي على القاعدة. لكن على الشمال ده الطريق الغريب بتاع الأفعال الشاذة اللي ليها قواعدها الخاصة. ومهمتنا النهاردة إننا نفهم خريطة الطريق الغريب ده. ودلوقتي كفاية كلام عن المشكلة، وخلونا نبتدي في الحلول. عشان نفتح نفسنا على الموضوع هنبدأ بأسهل وأبسط مجموعة من الأفعال الشاذة. في مجموعة أفعال كده قررت تريحنا كلنا، وقالت أنا مش هتغير خالص. القاعدة هنا يعني مفيش أبسط من كده. الفعل بيفضل زي ما هو بالظبط في كل الأزمنة، لا بنضيف حاجة ولا بنشيل حاجة. دي أول مجموعة أي حد المفروض يبدأ بيها عشان يحس بإنجاز سريع ويعرف إن الموضوع مش بالصعوبة اللي كان متخيلها. خلونا نبص على الجدول ده. أفعال زي cost، put، cut هي بالظبط في المضارع والماضي والتصريف الثالث، سهلة جدا. لكن في لغز صغير ومهم قوي في الجدول ده، وهو فعل read. هو بيتكتب بنفس الحروف لكن النطق بتاعه بيتغير. في المضارع بنقول read عادي، لكن في الماضي والتصريف الثالث بننطقه red، زي اللون الأحمر بالظبط. تفصيلة صغيرة لكنها بتفرق جدا في الكلام. تمام كده، خدنا أول نمط وهو السهل الممتنع. خلونا بقى نعلي المستوى شوية وندخل في مرحلة أعمق من فك الشفرات. هنا هنتكلم عن نمط تاني مشهور جدا، وهو أن التغيير بيحصل جوه الكلمة نفسها في الحرف المتحرك أو الفاول. اعتبروا الترتيب ده كود سري، لو عرفناه هنقدر نتوقع تصريفات أفعال كتير قوي من غير حفظ. الشفرة بتقول حرف الآي في المضارع غالباً بيتحول لA في الماضي البسيط، وبعدين بيتحول ليو في التصريف الثالث. I A U. الجدول ده بيورينا الشفرة دي وهي بتشتغل بشكل عبقري. شوفوا فعل begin في I في الماضي بقى began في A، وفي التصريف الثالث بقى begun في U. شايفين الجمال؟ نفس الحكاية بالظبط مع drink drank drunk، وكمان swim swam swam. حتى فعل run يعتبر من نفس العيلة دي، بالرغم إن التصريف الثالث بتاعه بيرجع شبه المضارع، لكن نمط التغيير الصوتي من A ليو لسه موجود وواضح جدا. وبكده نكون وصلنا للنمط الرئيسي الثالث والأخير معانا النهاردة. هنا بقى مش هنبص على الحروف اللي في نص الكلمة، لا، هنركز على نهاية الكلمة. هنكتشف إن في مجموعات كاملة من الأفعال بتشترك في نفس النهاية بالظبط لما بتتحول للماضي. دي علامة مميزة جدا. أول ما العين تلمح فعل زي bring أو teach، المخ لازم على طول يربطه بالمجموعة دي. الفكرة هنا إن بدل ما نحفظ كل فعل لوحده نحفظهم كعيلة واحدة، عيلة ليها نفس اسم العيلة وهو الصوت اللي بينتهي ب AUGHT. القائمة دي بتوضح الفكرة تماماً. شوفوا إزاي bring وbuy وthink كلهم بياخدوا النهاية ought، في حين إن catch وteach بياخدوا النهاية اللي شبهها جداً وهي each. النطق والكتابة قريبين قوي من بعض، وده بيخلي حفظهم كمجموعة واحدة أسهل بكتير. ولسه مكملين جوه نفس العيلة الكبيرة بتاعة النهايات المتشابهة. في مجموعة تانية فرعية لكنها مهمة وشائعة جدا. الأفعال دي الماضي بتاعها بيتميز بإضافة حرف ت في الآخر مع تغيير بسيط جوه الكلمة. هنا النمط واضح وصريح.
feel بتبقى felt وkeep بتبقى kept. ملاحظين التشابه؟ بمجرد ما نتعرف على النمط ده بيبقى أسهل نتوقع تصريف أفعال تانية زي sleep اللي بتبقى slept أو leave اللي بتبقى left، كلهم بينتهوا بنفس النهاية. طيب بعد ما فكينا اللغز ده كله وشفنا الأنماط الخفية اللي ورا الأفعال الشاذة، إيه الخلاصة بقى؟ إزاي ممكن نستخدم كل المعلومات دي عشان نسهل على نفسنا المذاكرة والتعلم بشكل عملي؟ النقطة الجوهرية هنا والرسالة الأساسية من كل الشرح ده هي إننا لازم نغير طريقة تفكيرنا. بدل ما نتعامل مع الأفعال الشاذة دي على إنها قائمة عشوائية من الكلمات اللي ملهاش علاقة ببعض، لازم نبدأ نشوفها كمجموعات مترتبة ومنظمة. كل مجموعة ليها خصائص مشتركة. التحول ده في التفكير هو اللي بيحول المذاكرة من عبء وحفظ لعملية اكتشاف ممتعة. ودي استراتيجية بسيطة وفعالة جدا من 3 خطوات. أولاً، لما يقابلنا فعل جديد نحلله الأول ونشوف هو تبع أنهي نمط. ثانياً، نحطه مع إخواته اللي شبهه وندرسهم مع بعض. ثالثاً، ودي أهم خطوة، نستخدمه في سياق حقيقي، نحطه في جملة. الطريقة دي مش بس أسرع، دي بتخلي المعلومة تثبت في الذاكرة لوقت أطول بكتير. وفي النهاية أحب أسيبكم مع السؤال ده عشان تفكروا فيه. إننا نفكر في الصعوبات اللي بنواجهها دي أول خطوة عشان نحلها. يا ترى بعد ما استعرضنا الأنماط دي مع بعض لسه في أفعال حاسين إنها غريبة وملهاش أي منطق؟ شاركونا آرائكم وخلونا نكمل رحلة التعلم الممتعة دي مع بعض.